ويا حيلا فيكن كثار شفتن بالتعليقات كاتبين لي انه بدنا طريقتك بعجينة الكبة. عن جد يعني ما بتتخيلوا قد ايه هالشي بيسعدني كثير كثير مبسوطة بطلباتكم. واسفة طبعا لاني تأخرت عليكم. ويا جماعة هالشي كمان بيعطيني احساس بالمسؤولية لانه عن جد كثير انتو هيك عم تعطوني ثقة وهالشي كثير بيسعدني وان شاء الله يا رب انا اكون عند ثقتكم. وشكرا من كل قلبي على كل كلمة حلوة عم تكتبوا لي إياها. عن جد ما بتتخيلوا سعادتي وقد عم تعطوني طاقة إيجابية لحتى استمر. ويلا تابعوا الفيديو للأخير. عن جد هو الفيديو طويل شوي بعتذر منكم بس هيك لازم مشان تعرفوا كيف أنا عجينتي بالضبط. وبتمنى منكم ما تنسوني من دعمكم. ويلا نبلش العجينة ونقول بسم الله. أول مرحلة عندي هون تجهيز البرغل. أنا هون مستخدمة كيلو من البرغل الحبة الناعمة. راح أغسلهم مثل ما شايفين كم مرة، يعني تقريبا شي 3 مرات غسلتهم. بغسلهم وبصفي عنهم المي، وآخر شي راح صفيهم بالمصفاي وخليهم على جنب لحتى تفتح حبة البرغل. طبعا ما راح ارجع اضيف عليهم مي ابدا، خلص اوريدي هني اخذوا مي، بس راح خليهم على جنب لتفتح حبة البرغل وارجع اشتغل فيهم. طيب هلا بعد ما غسلت البرغل مثل ما شفتوا خليته على جنب لحتى حبات البرغل يفتحوا على مهلهم. طبعا مثل ما شفتوا ما بدنا نضيف ابدا مي، بس على مية الغسيل. تمام. انا راح افرم هلا البصلة للحشوة. طبعا بالنسبة للحشوة اختياري انتو ورغبتكم، يعني ممكن تكثروا بصل، ممكن تقللوا، ممكن ما تحطوا بصل ابدا، فهالشي بيرجع لذوقكم كيف بتحبوا الحشوة. تمام. انا راح افرم 5 حبات من البصل هدول اللي شايفينهم لكيلو من اللحمة. راح افرمهم طبعا على ما حضرت الطعام فرم ناعم كثير. يلا يعني حتى لو ما حضرت الطعام راح يجعون عيوننا. وحطيت البصل على النار واضفت لهم ملعقتين من الزيت النباتي وملعقه من السمنه. هلا رح خليهم لحتى يتدبلوا شوي وبعدين ضيف عليهم اللحمه. وهيك خلص البصل عندي تدبل بكفي هيك، ما بدي اياه ياخذ لون، بس بدي اياه يتدبل يعني يستوي شوي. هلا رح اضيف عليهم اللحمه. طيب وبالنسبه لكميه الحشوه، والله شوفي كباياتك اسماك ومدلفسين نص كيلو بكفيكي. كباياتك رقاق ومرتبين والله بدك كيلو. ها انا ما دخلني، انا خبرتكم كل وحده وكباياتها. ايوه وهلا بالنسبه لبهارات الحشوه انا عندي هون ملعقه صغيره من السماق، انا بحب السماق معه كثير. عندي هون ملعقتين هلا مبدئيا من الملح، بنشوف حسب ما بدنا ملح بنضيف. عندي هون ملعقه صغيره من الفلفل الاسود، نص ملعقه من بهارات اللحمه، ورشه صغيره من القرفه. كمان يا جماعه بالنسبه للبهارات مثل ما انتم بتحبوا تضيفوا بتضيفوا عليهم. وهلا بدي اضيف البهارات على الحشوه. طيب يا جماعة وبالنسبة للمكسرات مع الكبة طبعا كمان بترجع إلكن. فيكن تضيفوا جوز، فيكن تضيفوا لوز، فيكن تضيفوا فستق حلبي، فيكن تضيفوا صنوبر. كل واحد حسب إمكانياته، كل واحد حسب شو بيحب. ممكن تخلوها هيك من غير شيء، فيكن عادي ما عندكم أي شيء تلتزموا فيه. أنا بدي أضيف جوز، أنا بفضلها كثير مع الجوز، كثير بنحبها مع الجوز. رح أضيف هاي الكمية. طبعا بدي أفرمهم لفرم وسط ورح أضيفهم فوق اللحمة. طبعا يا جماعة هلق الحشوة رح تكون على النار وانا رح بلش بالكبايات. كل شوي بدي شيك على على الحشوة وانا بكون عم افرم الكبة على الماكينة. خلص الكبة البرغل هيك اخذ وقته وفتحت حبة البرغل ورح نبلش فيهم. يلا ومثل ما شايفين كيف حبة البرغل ما شاء الله فتحت وزاد حجمهم. هلق بدي رشهم بكمية بسيطة من المي، رش ما راح نحط لهم مي كثير، وراح اعملهم على الماكينة اول دور. انا بعملهم دورين، وبعد ما خلصت الدور الاول راح اجيب عاد عندي البصل. هون عندي بصلتين صغار ومع عرقين من النعناع الاخضر، وعندي اللحمة المفرومة لازم تكون هبرة حصرا. وانا هون مستخدمه نص كيلو من اللحمة. طبعا بتقدروا تستخدموا على قد ما بتحبوا، بس اقل شي نص كيلو لازم لحتى تطلع معنا الكبة طيبة ومتماسكة. وعندي هون ملح ملحت، وبعدين بدي اضيف البهارات هني كمون وكزبرة وفلفل اسود وكركم ورشة من القرفة
والمردكوش اللي هو المكون الأساسي طبعا مع الكمون. وهون هيك دعكتن كلهم كتير منيح مع بعضهم لحتى البهارات خلص تجانست كلها مع بعضها وصارت عندي عجينة متماسكة. طبعا ما بدهم دعك كتير لأنه خلص هني معمولين دورين على الماكينة. وهيك اختبرتن ما شاء الله العجينة يا جماعة بتجنن. رح حطهم على جنب لخلص الحشوة ونبلش شغل فيهم. وهلق هوني خلص اخر مرحلة بدي اضيف الجوز المكسرته على الحشوة واعطيهم تقليبة مع بعضهم. خلص هيك بتكون الحشوة عندي جهزت. رح طفي النار وخليها على جنب لحتى تبرد شوي وبلش عاد بتجهيز الكبة. وعندي هون يا جماعة مي باردة حطيت فيهم ملعقة من النشا وهلق منشان بلش شكل الكبايات. بدي اجيب اول شي هيك كرة صغيرة يا جماعة ما شاء الله العجينة شوفوا شوفوا ما اجملها، شوفوا بتجنن، شوفوا مثل المرهم شوفوا ما احلاها. طبعا بدنا نكورها اول شي هيك، يعني ضروري المي ما فينا نستغني عن المي. بنغط ايدنا بشوي هيك بالمي ونعملها بهالطريقة. طبعا مثل ما خبرتكم كل وحدة وكباياتها وقد ايه بتاخذ حشوة. شوفوا ونحط فيها الحشوة وننزلهم شوي وعلى مهلنا هيك بنسكر الكباية بهالطريقة. ونرجع نحط شوية مي على ايدنا وبنعملها هيك. شوفوا ما اجملها ما شاء الله العجينة يا جماعة بتجنن بتجنن. طيب يا جماعة بس وانا عم شكل معكم الكبة بدي احكي بخصوص عجينة الكبة شغلي. هلق في كثار ناس رح يقولوا انه لا الكبة هيك ما بتنعمل هيك، ما بينحط لها مردكوش، ما بينحط لها بهارات، ما بينحط لها كذا، واللحمة لازم تكون كيلو مثلا. شوفوا هي ما إلها علاقة، يعني كل إنسان وكل بلد تعمل الكبة بطريقة. طبعا نحن بالسويدة هيك بنعمل الكبة. طبعا بالنسبة للحمة مثل ما خبرتكم قبل شوي انتم بتقدروا تضيفوا الكمية اللي انتم بتحبوها واللي يعني قدرتكم. تمام. طيب في ناس نباتيين، في ناس نباتيين ما بيحبوا اللحمة ابدا، فبيعملوا كبة بطاطا وبيحشوها مثلا حمص وبصل، بيحشوها مثلا في ناس بتحشيها سلق على فكرة، يعني عادي ما في مشكلة، ما في شيء اسمه هيك بصير وهيك ما بصير. بس بالنهاية بصراحة الكبة الأساسية هي اللي باللحمة. وطبعا مثل ما خبرتكم كل بلد يا جماعة بتعمل الكبة بطريقتها، وكل بلد عندها أصول وعندها ما شاء الله عندها تقاني وعندها شطارة. فنحن بنحترم كل واحد وشغله. وإن شاء الله ألف صحة وعافية على قلوب الجميع يا رب. وهي كباياتي يا جماعة شوفوا لي ما أجملن بيجننوا. رح اعمل الكمية كلها وارجع لكم. وخلصت كمية الكبة وهلق رح اقليهم. وبالنسبة لقلي الكبة الزيت لازم يكون غزير، لازم الكبة تكون مغمورة بالزيت ما بصير تكون مبينة، والنار لازم تكون عالية. طبعا بعد شوي نحن بنوطي النار شي بسيط يعني، بس اهم شي النار تكون عالية للكبة لحتى ما تشرب زيت. شوفوا كيف ما شاء الله مغمورين بالزيت وقليتهم لحتى اخذوا هاللون الذهبي الحلو. عن جد شوفوا لي الجمال. وهيك بكون خلصت الفيديو الكبي اليوم معكم. ان شاء الله يا رب ما اكون ازعجتكم او يكون الفيديو طويل. وشوفوا لي ما شاء الله على هالكبي يا جماعة، عن جد شيء من الاخر بتجنن بتجنن. كثير كثير العجينة ناجحة. بس مثل ما خبرتكم بالنسبة للحمة فيكم تحطوا طبعا تضيفوا قد ما بتحبوا الكمية، بس أقل شيء لازم يكون نص كيلو. طبعا إذا بدكم إياها عجينة ما يكون في عليها إضافات طحين وبطاطا وهيك، فهي نص كيلو أقل شيء. وفيكم تزيدوا على حسب رغبتكم، كل ما زدتوا اللحمة كل ما أعطتكم نتيجة أحسن ونكهة أطيب. وأنا المرة سمكتهم شوي لأنه المرة الماضية قالوا لي بالبيت إنه بدنا نكهة العجينة تكون ظاهرة.
وعن جد يا جماعة عجينة ناجحة كثير كثير. بتمنى أكون فدتكم على قد ما بقدر، وأي استفسار أنا جاهزة، وبشوفكم بفيديو جديد، وباي باي.